مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. بعد 12 عاما من التغيير الذي أطاح بالنظام السابق، ما زال الوضع الأمني يشكو من عدم الاستقرار. عمليات إرهابية وتوالد لحركات مسلحة متطرفة استولى بعضها على مناطق في البلاد، إضافة إلى الافتقار إلى منظومة أمنية متطورة وضعف الجهد الاستخباري وتعدد الفصائل المسلحة. فهل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ إذن الوضع الأمني العراقي بعد 12 عاما من التغيير، وموضوع حلقة هذا اليوم البرنامج بالعراقي نناقشه مع ضيوفنا الكرام السيد عبد الرحيم الشمري نائب عن محافظة نينوى، والدكتور هشام الهاشمي خبير في الجماعات المسلحة، والسيد علي الحيدري خبير أمني، والدكتور سعد العبيدي باحث في الشأن الأمني. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. الملف الأمني ملف واسع وشائك وفي قضايا كثيرة، يمكن الأفضل أن نناقش ما هو عالق لحد الآن ولم يحل لحد الآن، وبعد ذلك نناقش المستجدات الحاصلة وخصوصا التنقلات وهيئة الحج الشعبي وإلى آخره. أسأل النائب أول مرة الأستاذ عبد الرحيم الشمري، أحد المشكلة العالقة ما زالت لحد الآن هي قضية التوازن في المؤسسات الأمنية. هذه الكلمة ملغزة طلسم كأنها، بالضبط شنو توازن؟ يعني كل مكون يأخذ حصة، له اعتماد على الكفاءة، له بالضبط شنو؟ حياك الله وحيا الأخوان الأستاذ الدكتور هاشم والأستاذ علي والدكتور سعد. مسألة التوازن هي مسألة طورت، يعني كانت في بداية الأمر كان هناك الأمريكان، وكان هناك يد تعتبر يد طولة اللي هي من كان مجلس الحكم وما إلى ذلك. بعدها بدأت مسألة التوازن، وأنا أعتقد أنه سبب وضع العراق المأساوي الاقتصادي والأمني وكل ما إلى ذلك هو عملية التوازن، لأنه ترك موضوع التكنوقراط والمهنية الحقيقية وبدأت تعمل الحزبية حتى داخل المكونات بدأت تعمل الحزبية، فيوضع دائما الرجل الغير مناسب في المكان اللي هو المفروض يكون فيه الرجل المناسب في المكان المناسب، وبالتالي حصلت هذه الأمور. أيضا هناك كثير من الأحزاب كانت ترى في هذه المناصب دعم لأحزابها، وبالتالي تكبر هذه الأحزاب وتسيطر وتهيمن على الواقع الموجود في العراق، وهذا الشيء حصل. وأنا أعتقد أن المراقب العراقي يرى هذا الشيء. الحزب الفلاني دخل بإمكانية محدودة، واليوم إمكانية دولة أو أكثر من بعض الدول. فمسألة التوازن أنا أعتقد أنه أخذت قالب غير القالب المفروض اللي شنو هو القالب المفروض؟ وأنا أريد أوضحها، لأنه أنا بالنسبة لي هاي لغز، يعني طلسم. يفترض إذا كان هناك توازن أن تكون المكونات كلها ممثلة، ولكن في حالة التمثيل أن يأتي الرجل المهني الذي لا يفرض عليه الحزب أوامر غير صحيحة. مناطقكم يا سيدي الكريم هي اللي رفضت بفتوى دينية الانخراط في الجيش والشرطة. أكيد هذا الكلام يعني دقيق جدا. وهذه هل راجعتوه؟ هل سألتوهم يا ذولا انتم صدرتوا هذا القرار؟ هذا كان ليس في مصلحة سنة العراق، العرب ومناطقكم غرب العراق وشمال بغداد؟ أكيد هو الإشكالات اللي صارت بعمليات الفتاوي وعملية هم يسمونها جهاد وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه أدت بهذا المكون إلى هذا المستوى اللي هو موجود. يعني المكون السني، إذا ردنا نتكلم بهذا الموضوع، أنا طبعا لا أحب أن أتكلم بهذا الموضوع، ولكن المكون السني كان له في البداية يعني أكو التوازن، العراقيين كلهم متفقين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ووزير الداخلية ووزارات عدة، هذا من كانت المكونات متفقة. بعد أن بدأوا هؤلاء اللي تفضلت جنابك اللي هم يصدرون الفتوات، عدم الانخراط بالعملية السياسية، عدم الانخراط بالجيش، عدم الانخراط، بدأت تنزل. طيب خليني أعد هاي أنا بقضية التوازن، أريد أفصلها مع الأخوة الباحثين أيضا. التعامل مع التوازنات ما خلى صانع القرار الأمني يحتار، هل يواجه طبيعة تهديد معين أمني لو يروح يلتهي بالتوازنات؟ حقيقة التوازن لو ترك لأهله اللي هم الكيانات السياسية وكانت معهم متلازمة المهنية كما أشار السيد النائب، ما حصل الذي حصل. لكن هذه المتلازمة فقدت بريقها ووجودها بحسب المحسوبيات، بحسب الوصايا، بحسب الاقتراب أو الابتعاد من رأس الكتلة من حيث القرابة، من حيث الحزبية، من حيث أشياء أخرى، أجندات إقليمية أو مخابراتية. هذه التي أفسدت على صاحب القرار أن يكون سديدا في اختيار.
بعد ذلك لجأ حتى يتجاوز هذه الأمور، صاحب القرار لجأ إلى شيء أبشع من التوازن، وهو التعيين بالوكالات. التعيين بالوكالات أصبح أشبه ما يكون فقد التوازن، واللي هو موضوع شوري، موضوع حواري، موضوع أشبه ما تكون بحقوق مكونات، أصبح بيد شخص واحد. بس فصل لي هاي القضية حقيقة مع الوكالة، لأنه عند الناس قد تكون غير واضحة، أنه يقول لك هذا من يعين رئيس الوزراء بالوكالة يكون تابع لرئاسة الوزراء وليس حتى إلى الكتل البرلمانية، فبالتالي من مصلحة رئيس الوزراء أن يعين واحد بالوكالة حتى يكون هو صاحب الفضل عليه. التعيين بالوكالة هذا هو قانوني من صلاحيات رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. نعم. لكن استخدم استخداما واسعا أساء إلى نفس الاستعمال. التعيين بالوكالة ريثما يتم الاتفاق على من يتوازن عليه أصحاب الكيانات. هذا الذي حدث، أن صاحب القرار جعل هذا الموضوع ديكتاتوريا بيده فقط، وبالتالي يكون هذا الوكيل معلق لا بكتلته لا بحزبه، إنما معلق برئيس الوزراء سلبا وإيجابا، أو بمن اتخذ هذا القرار بصدده، ويعتبر هذا تكريم له، وبالتالي هو ينبغي أن ينساق مع صاحب القرار ويتابعه سلبا أو إيجابا، اتفاقا مع القانون أو خلافا مع القانون. طيب، اللي استحدث أيضا ما يسمى بقيادة العمليات، لحد الآن قائمة وهي متهمة بأنها غير دستورية، وهذا هو بسبب ضعف البرلمان بيده، خاصة اللجان المختصة. نعم. بيدها أن تعترض، بيدها أن تسائل، هذه كلها تجاوز على تشريعات، هو رقابي وتشريعي، وبالتالي حينما يراقبون هذه التجاوزات على التشريعات كان المفروض يتخذون في ذلك قرار. وقيادة العمليات هي حتى تتجاوز على صلاحيات وزير الداخلية ووزير الدفاع. طيب، خلينا امثل هاي القضيه الاستاذ الحيدري. طيب، ما الحل في حال انه الغيت قياده العمليات؟ شنو بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات استحدثت في مرحله معينه هي عام 2009. نعم. بعد الانسحاب الامريكي قام رئيس الوزراء نور المالكي انذاك باستحداث غرفه عمليات في كل منطقه وفي كل محافظه. وهو كان اجراء عسكري تعبوي صحيح في تلك المرحله. مرحلة انه الانتقال من الفوضى في الشارع الى الانضباط العسكري. نعم. الى الاداء الوظيفي، ففي تلك المرحلة هي نجحت في توفير امن في تلك المرحلة، لكن ما بعد ذلك المفروض تتغير الهيكلية لكي تتلائم متطلبات المرحلة. نعم. ما استحدث في تلك المرحلة بقى على ما هو عليه. بالتالي ظهرت الحاجة الى العودة الى الوزارات والغاء العمليات. ظهرت الضروره الملحه انه تلغى العمليات وترجع الى الوزارات. يعني الان مع عمليات بغداد ترجع الدوائر اللي تحت غطاء عمليات بغداد، كل دائره الى وزارته، الجيش على الدفاع والبقيه على الداخليه وعلى الامن الوطني. لانه اصبح عمليه المحاسبه مجلس نواب او حتى في مجلس وزراء وقياده عام القوات المسلحه عندما يريدون ان يحاسبون مدير دائره يقول هذا ليس ذنبي، ذنب العمليات، يعني شماعه تلقى عليها الملامه. بالتالي ظهرت الحاجه الاداريه انه هؤلاء يعودون الى وزاراتهم وتتم محاسبتهم من قبل الوزراء المختصين. نعم. حتى يعرفوا كيف يسيرون ضمن الخطه الموضوعه، ما هو الانجاز، ما هي الكفاءه، مدى الكفاءه. لكن لم يتم الغاء قيادات العمليات. عندما جاء رئيس وزراء الجديد حيدر العبادي اراد ان يقوم بهذا الاجراء، الغاء غرفه العمليات، لكن ظهرت عندنا مشكله هي مشكله داعش. بالتالي اصبحت متطلبات بقاء قيادات عمليات في بعض المناطق تبقى موجوده، لانه عندك مستوى تهديد عالي مستوي على ثلث الاراضي العراقيه، وبالتالي ما ممكن ان تلغي قياده عمليات السامراء او صلاح الدين او الموصل. ممكن احتمال تستطيع في مناطق امنه ان تغير هيكليه في البصره والعماره الكوت. نعم. الفرات الاوسط، لكن المناطق الساخنه واللي هي تم الاستيلاء عليها من قبل عصابات داعش من المستحيل الغاء غرف العمليات ولا قيادات العمليات. راح تستمر هذه المرحله فيها بالرغم من سلبياتها، لكن هي الان ضمن المواجهه هي مطلوبه. طيب، هسه الشغل الان للحشد الشعبي حسب ما يعني يجري الحديث عنه، شنو الداعي بعد قياده عمليات؟ يعني في معارك اصلا ليس هناك جيش، هناك شرطه اتحاديه قوات الرد السريع، وهناك الفرقه الذهبيه اللي هي ما تابعه اعتقد لرئاسه تابعه رئاسه الوزراء، ما تابعه لوزاره الدفاع. جهاز مكافحه الارهاب. اي نعم. هذول اللي يقاتلون حقيقه، وين الجيش؟ يعني لا، النسبه الواقعيه الان بالنسبه للمعارك، النسبه الواقعيه هي ثلثين حشد شعبي وثلث وحدات نظاميه، ما عدا معركه تكريت الاخيره. نعم، باختصار. نعم. فهذه النسبه ما معناها انه الحشد الشعبي هيئه. قرار مجلس الوزراء الاسبوع الماضي اقر بانها هيئه رسميه يجب التعامل معها. نعم. اذا اصبحت من مكونات
الجيش العراقي. طيب خليني اسال بهذا الصدد الاستاذ دكتور سعد، تشكلت كهيئه، هذا يعني سابقا انه هي غير خاضعه لقرار الدوله ورئاسه الوزراء الحشد الشعبي؟ لا، هي اعطائها صفه رسميه، بس كونها كهيئه هي ليست من ملاك المؤسسه العسكريه، يعني من الجيش اقصد. هي هيئه مستقله ضمن اداره الدوله، ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، يعني المشرف القائد العام لها هو نفس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، فاعطيت صفه رسميه للتعامل معها على مستوى التعامل الرسمي، وكذلك على مستوى العلاقات. انت تدري ضمن ساحه المعركه انت تحتاج ناس اللي تتفاهم وياهم، تحتاج ناس اللي تنسق وياهم، تحتاج اداره، تحتاج تمويل. فاذا لم تكن هناك صفه رسميه كيف تغطي كل هذه الامور، سواء الناحيه الماديه او سواء الناحيه الاداريه؟ اكو عتاد، هم ما يقدرون يستوردون عتاد واسلحه والى اخره، اكيد لازم اكو صفه رسميه حتى تقدر تناقل. فهذا اتصور هو الدافع الرئيسي لاعطائهم صفه رسميه، واتصور هو مساله لابد ان تكون تمشي بهذا الاتجاه الموجود. يعني محاوله مأسسه حركات او فصائل مسلحه ذكرنا بالمقدمه متعدده صارت هي. إذا لم تسعى لمأسسة مثل هكذا جهد سوف تلاقي الكثير من المشاكل مستقبلا، مشاكل الضبط، نعم. مشاكل السيطرة، مشاكل العلاقة بين هذا الجهد والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطوية أيضا، نعم. فأنت كل ما تمأسسه كل ما أنت عندك قدرة للسيطرة عليه، كل ما يرجع لك هو بكثير من الأمور، وهذه مسألة مهمة. وإلا إذا أنت تركتها تدري أكو تعدد كبير جدا، أكو شريحة واسعة في هذه الجماعات، نعم. كيف يمكن أن نسيطر على واحد من عندهم؟ إذا طلع تصرف بطريق خارج المألوف راح يسبب لك مشاكل كثيرة، وراح يسبب لك خروقات أمنية كثيرة. طيب أنا أسأل أنه فك الارتباط بين عناصر مسلحة تابعة للحشد وتكويناتها السياسية، لأنه سابقا أصلا هم ليسوا جدد، مو كلهم جدد، يعني بعض الحركات تابعة لكيانات سياسية موجودة سابقا قبل دخول الموصل. فك الارتباط السياسي بين العسكري المقاتل اللي حققوا إنجازات على الأرض لا يمكن نكرانها، وبين أنه هو مكون وتابع لجهة سياسية قد يكون يعني يخدم غرضها. تريد الصحيح يعني؟ نعم. الدولة عندما اتجهت لمأسسة هذا الجهد هي بالتأكيد حسبة حساب أو على الأقل ضمن أهدافها، نعم. أنه يصير فد نوع من الانفصال بين الجهة السياسية وبين المقاتل اللي موجود، وهذه مسألة كلش طبيعية، نعم. لكن أنا أجي لك على طبيعة العلاقة اللي موجودة، طبيعة المجتمع العراقي، طبيعة التركيبة السياسية العراقية. أنا من وجهة نظري أقول لك مسألة الفصل تكاد أن تكون مستحيلة أو صعبة جدا. مو بس هاي، احنا عندنا بالمؤسسة العسكرية اللي هي قانونها واضح المعالم، يمنع منعا باتا اشتغال بالسياسة ويمنع التقرب من السياسة. انا اقول لك مو الضباط والجنود، وانما الكتل السياسية زحفت باتجاه العسكر، طيب وتعاملت مع الكثير من عندهم على اساس موالاة لهم وسببت طيب مشاكل. اكمل وياك هذا الموضوع، ولكن بعد هذه الوقفة الاولى مشاهدينا خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا مجددا، وابقى وياك الدكتور العبيدي. سالتك قبل الفاصل عن قضيه مأسسه الحشد الوطني، البعض يقول بانه ما دام ليس هناك جيش لماذا لا تحول الحشد الوطني الى جيش؟ نخلص من الموضوع. لا، هو ما تقدر تقول ماكو جيش، لا، الجيش العراقي موجود الحقيقه، والاسس والاعمده الرئيسيه لوجوده موجوده، الا انه المشكله تتعرض الى إخفاقات بعد معركة الموصل على وجه التحديد، وبسبب الإدارة غير الصحيحة ل8 سنوات متصلة أو أكثر، إدارته كانت خطأ، لم تستطع أن تنتج جيش متماسك، جيش قوي، جيش قد صرفوا عليه استاذ. والله الخبر عندكم، انا بالنسبه لي ما ادري ايش قد صرفوا عليه. لحد 2010 بتقرير امريكي 24 مليار. اي انصرف عليه، بس انا دا اقول لك الاداره السابقة إدارة غير صحيحة، لم تستطع أن تجد
توازن بين المهام الرئيسية وبين التسليح وبين الإمكانيات وبين الكفاءة لذلك هذا الإخفاق أضعف. بس الجيش بالحقيقة موجود. أنا وجهة نظري بالعكس، أنت الحشد الشعبي موجود تستفاد من عنده، إلا أنه لا يمكن أن تلغي دور الجيش كمؤسسة وطنية. الجيش هو عبارة عن جيش للوطن، للدولة كلها، ما ممكن أن يحل محله. وحاولت الدولة العراقية مرارا يعني كل المكونات، شك واحد أي إنسان أو شخص يريد أن يقاتل داعش ممكن أن يندرج في المؤسسة العسكرية، ممكن بدل هذا التوصيفات حرس وطني وحشد شعبي وإلى آخره. بالمحصلة مدى أقول لك أنت إذا تريد تحافظ على كيان دولة، إذا تريد تحافظ على روح وطنية، عليك أن تعطي الجيش دوره وتقويه والكل يجون ضمن الجيش. بس إحنا الحقيقة أصبنا بالكثير من الأمراض اللي خلت جزء من عندنا من المجتمع العراقي يبتعد تدريجيا عن الجيش أو عن هذه المؤسسة. طيب، كان عندك ملاحظة أستاذ الحيدري. أنا مرة سألت النائب شروان الوائلي النائب السابق، قال لدينا من الرتب العسكرية أكثر ما موجود لدى الجيش الأمريكي. صح. وين راحوا ذول بحرب داعش؟ الرتب العسكرية أما أرجع على مؤسسة الحشد الشعبي يعني باعتبار أكبر مستجد الآن موجود. وزير الداخلية يقول أن لديه في وزارته أكثر من 200 ضابط يحمل رتبة لواء، وأكثر من 40 ضابط يحمل رتبة فريق. وبالتالي هو يشكو من التضخم ويطالب بإحالة قسم كبير منهم إلى التقاعد، ويحتاج إلى دماء أكثر دفئا وأكثر ميدانية، لأن المرحلة يعني انتهت وتحتاج، وهذا واقع كل الدول. الرتب العالية دائما تكون قليلة، واللواء يقال رتبة سياسية لا تعطى إلا احنا الجيش السابق كان رتبة لواء يعني قليلة جدا جدا، نادرة. يعني من النادر أن تجد لواء. وأنا هذا اللي أسئله، وين ذولا تبخروا فضائيين وين صاروا؟ هم ما تبخروا، هم موجودين، ولكن عملية يعني لما قارن إنجازات الحشد الشعبي بإنجازات الجيش، يعني في يعني أنا سألت صحفيين وزملائنا، يا هل هناك جيش عراقي في مثلا معارك تكريت؟ لم يروا جيشا. اللي شاهدوا فرقة ذهبية بعض عناصرها وشرطة اتحادية. شرطة اتحادية والحشد الشعبي. نعم. زين، وين الجيش وينه؟ المشكلة بالجيش شو يسوي؟ أنا أعطيك مثال بسيط. البنتاغون في إحدى تصريحاته قال أنه عندما غادرت الولايات المتحدة الأمريكية العراق أنجزت 340 ألف مقاتل، يعني وحدات قتالية. نعم. مو وحدات مقر عام. نعم. المقاتلين وحدات قتالية 340 ألف. نعم. إحصائية الآن أنه وحدات قتالية 103 ألف. يعني فرق 200 وتقريبا 237 ألف مقاتل. هؤلاء أين ذهبوا؟ خارج الخدمة أم ضمن الخدمة؟ يعني أحد تصريحات رئيس الوزراء أنه لديه 50 أو 60 ألف جندي فضائي. ممكن يكون العدد أكثر. وممكن يكون عندنا فساد منتشر بالوحدات في مرحلة معينة من المراحل، وبالتالي يجب إعادة هيكلة الجيش بناء على الموجود الفعلي للوحدات، وليس على الموجود الكلي أو الموجود الاسمي. حتى تبني مؤسسة لازم أنت تمسك بإيدك أفرادها. هاي مشكلة. المشكلة الثانية التضخم. ويقول لك يابا انه انت امام خصم عقائدي، هي مو قضية شايل سلاح، هو واحد يريد يموت وموت العالم وياه، لا تواجه الا بخصم عقائدي مثله. اما جندي جاي حتى ياخذ راتب هسه هاي مشكلة ثانية بالجيش. هاي قضية بناء العقيدة عند الجيش اصلا. المشكلة الثانية العقيدة العسكرية، وانت امامك عدو، يعني الذئب على الباب. العقيدة العسكرية لم يتم بناها بشكل صحيح في مؤسسة الجيش العراقي في المرحلة السابقة. زين، شو يسووا لهم؟ يعني يبلعوهم كبسولة مال وطنية ويصيرون وطنيين كلهم يعيشون، بس تفسر لي اياها. الثقافة السائدة المجتمع. اي خلينا نتكلم بصراحة وشفافية. اي بصراحة وشفافية. هو انا عام 2003 التقينا بكولونيل الفراولي، كان مسؤول عن ملف الجيش العراقي. اي في تشكيل مجلس الحكومة. نعم. فكان يطلب 2 جندي شيعي وجندي سني، يعني نرجع موضوع التوازن. نعم. فاحنا اوصيناك توصيه، قلنا له بانه هذا الموضوع يعني بناء الجيش بهالطريقه يولد بالمستقبل مشاكل. كان سابقا معسكر تدريب يستلم ابن العماره والبصره وابن الموصل كلهم مركز تدريب فايده. نعم. كلهم يدقون عرضات سوا، ماكو واحد، وذوبان طبيعي في المؤسسه العسكريه لكل نعم. الاطياف. الان لما انبنى الجيش بهذه الطريقه، هذا شيعي وهذا سني وهذا يروح للموصل وذاك يروح للعماره، وضعنا بذره. البذره وين بدات تنمو؟ لما دخلنا التصويت الخاص بالجيش العراقي، اجبرنا المؤسسه العسكريه ان تعمل بالسياسه. اجبار. انت الجيش لو ما تنطي تصويت خاص ما يتدخل بالسياسه. يعني الزملاء ذكروا هذا الموضوع. التصويت الخاص حاله سلبيه بالنسبه للمؤسسه العسكريه، لان هذا راح يدخل بالسياسه، يدخل تيارات عقائديه، يدخل تيارات اجتماعيه، عشائريه، قبليه، سياسيه، مصالح نفعويه، فرديه،
كل هذه تدخل بالعمليه السياسيه. بالتالي قائد الفرقه وامر الفوج وامر اللواء سوف يذهب باتجاه معين، سواء كان مع الحزب الحاكم او الحزب المنافس، المهم هو دخل باتجاه. هاي المشكله الثانيه المشكله الثالثه، لم يتم اعداد مديريات توجيه عقائدي او توجيه سياسي داخل المؤسسه العسكريه لفتره طويله. تركت هاي المساله لحد قبل 4 سنوات، هي متروكه. لجنه الامن والدفاع كانت من طالب باعاده برمجه عندك مؤسستين مهمه تسير الجيش، التوجيه السياسي والامن العسكري. طيب الامن العسكري، اجي على قضيه مو فقط الجيش، يعني المخابرات وين؟ استخباراتنا وين؟ حقيقة دوائر المعلومات هي دوائر اضعفتها الدوله، والا هي الكفاءات موجوده والهيكل التنظيمي قائم، ولكن كما يعني اخبر يعني زميلي السعد علي، التدخل السياسي. دوائر المعلومات ينبغي ان تكون دوائر حياديه لا تعمل لتاسيس ملفات لخصوم سياسيين. معظم النزالات السياسيه الصعبه التي مر بها العراق منذ عام 2005 الى أن تكلف السيد العبادي، كانت معظم هذه الملفات هي ملفات تكتب وتجهز بيد دوائر المعلومات العراقية، الاستخبارات والمخابرات. معظم الخصومات السياسية الكبرى بين المكونين السني والشيعي، بين العرب والكرد، كانت نتيجة لملفات سياسية، وكان ممكن كان صاحب القرار الأول في العراق كان يهدد في كثير أنه لديه ملفات. هذه الملفات ما حصل عليها من البحث في الانترنت، ولا حصل عليها من دوائر العدل، وزارة العدل من القضاء، إنما تم تجهيزها وترتيبها عن طريق دوائر المعلومات. هذه دوائر المعلومات تستطيع أن تؤسس قضية ومطابقة للقانون، فليس أمام القضاء إلا أن يتخذ قرارا. يعني أنا أعطيك ملاحظة، يعني في الخارج وكثير من الناس يعني سافرت ورحلت، وهناك مهاجرين عراقيين كثيرين لا يجدون شيء اسمه رجل أمني في دوائرنا الدبلوماسية الخارجية. المخابرات عملها هو الأمن العراقي، ولكن المخابرات الحديثة لا توجد لديها ما تعرف بالمحطات. نعم. ربما يمكن لدينا محطة في الأردن أو محطة في بعض الدول الأخرى، لكن لا توجد لدينا محطات مثل السابق يوجد ضابط مخابرات أو ملحقية للمخابرات موجودة في كل سفارة أو ممثلية. نعم. هذه ذهبت، والسبب أن صناعة المخابرات الجديدة على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم لا يحتاجون لهذا الموضوع على وفق السيستم الذي يعملون به. العراقي في الخارج لا يحتاج إلى ضابط مخابرات يتابعه، وكان قديما تستخدم هذه في الدول الدكتاتورية لأجل قمع الحركات السياسية والمعارضة. اليوم المعارضة موجودة في داخل العراق، إذا يجيك من بلد فد 10,000 واحد كلهم غادروا بلدهم بشكل رسمي ورحلوا إلى محطة تجنيد موجودة في تركيا وسابقا في سوريا وغيرها من البلدان، ما يجي هذا الدبلوماسية العراقية يا أخي هؤلاء قد خرجوا من بلدك، هؤلاء مواطنين عندك يقتلون بشعبنا. شلون؟ ليش الجانب الخارجي غير مفاعل؟ هذه الطريقة تحتاج إلى جملة أجهزة المعلومات أن تتعاون فيها، ليس حصرا على جهاز المخابرات العراقي ولا على الاستخبارات، بل حتى جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأخرى. هذا موضوع الإرهاب اليوم هو أكبر من أجهزة كلاسيكية. الولايات المتحدة الأمريكية مع ما لديها من عمق في الاستخبارات والمخابرات احتاجت إلى تحالف للضد من الإعلام داعش، تحالف من ضد منابع وتمويل داعش، تحالف للمعلومات. لديهم مجموعة تعرف بالخمسة عيون. هذه المجموعة الذي يراه الكندي يراه الأمريكي، يراه البريطاني، يراه الأسترالي، يراه الأردني. هذه الخمسة عيون نحتاج هكذا عمل. طيب خلينا نسمع من النواب. لجنة الأمن والدفاع شنو عملها بالضبط؟ والله اولا انا ماني بلجنه الامن والدفاع بحقوق الانسان، قد نعم اكون اقدر عندي مساحه اكثر اتكلم بحقوق الانسان. نعم. هي مشرفه ومراقبه ولها تواصل كبير بالقيادات الامنيه والقوى الامنيه الموجوده، ولكن انا ردت اتكلم بموضوع تكلموا فيه الاخوان واجادوا. نعم. ولكن هناك كلام سياسي اكثر من الكلام الواقعي، يعني ما تسمى الاشياء بمسمياتها. نعم. الجيش العراقي، يعني الجيش العراقي السابق اللي كان يحسب له حساب نفس أبنائه هم موجودين في الجيش هذا. نعم. شنو الفرق؟ هذاك يقاتل وهذا ما يقاتل لعدة أسباب.
أولا الجيش العراقي منخور بالكامل من الفساد، بالكامل، من آمر فوج إلى قائد فرقة. نعم. وهذا الشيء تعلم الدولة وصرح به السيد العبادي، قال لدينا 50,000 فضائي. انحلت مشكلة الحشد الشعبي، 50,000 طلعهم وجيب مكانهم من جماعة الحشد الشعبي اللي هم ضمن المواصفات عمره 18 سنة فما فوق. أما الباقي اللي هم أكثر من العمر ممكن أنه يستخدمون في دوائر رسمية أو وزارات رسمية. نعم. ولكن لا توجد إرادة سياسية حقيقية للتغيير. نتكلم الكل عن الفساد ولكن لا أحد يعالج الفساد. هناك طائفية وقومية موجودة يعني تؤذي العملية السياسية بدرجة كبيرة. وهناك كانت أطراف حتى من عندكم ترفض تسليح الجيش، وهناك أطراف كردية كانت ترفض. أنا حتى قلت طائفية، أنا ما قلت من عندنا وعندكم. أنا لا زلت أقول حتى لو تريد تحطنا بزاوية الطائفية السنية، لا، أنا ما أصير من مناطقكم يعني، ولكن كلامك كردية علنا يعني. كلامك صحيح. كل ما كان طائفي أو قومي أكثر كلما صعد في الانتخابات وأصبح نجما، ولكن على حساب منه؟ على حساب المواطنين. ترى الشعب الكردي أيضا متضايق، الشعب في الجنوب متضايق. يعني بعض الإخوان في مناطق السنة يعتقدون أن هؤلاء الناس عايشين في بحبوحة من الترف، والعراقيين وضعهم ما ينقي ما عندهم، وضعهم تعبان. إذن من يوظف الطائفية والقومية السياسيين على حساب الناس. أخوي العزيز، أنت ذكرت الجيش لماذا لا يقاتل؟ لماذا تقاتل الفرقة الذهبية؟ عراقيين لو مو عراقيين؟ نعم. يمكن واحد بالجيش العراقي يفر أخوه بالفرقة الذهبية يقاتل إلى أن يستشهد. تدريب، عقيدة قتال موجودة. ليش يقاتل الرد السريع؟ اكو عقيدة القتال، مدربين مهيئين، تعبئة موجودة قبل أنا ما أنسى من نينوى ومن الموصل، وعندي سؤال بهذا الخصوص، ولكن بعد هذه الوقفة مشاهدينا خليكم ويانا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأبقى وياك النائب السيد عبد الرحيم الشمري. البعض يقول أحد المعيقات لعملية تحرير الموصل من داعش أنه هناك اندراج واندماج بين داعش وبين أبناء المدينة. يعني القول بأنه لا تحتاج المدينة لتحريرها إلى قوة خارجية، هذا قول ينافي الصواب. أبناء الموصل من الصعب في ظل داعش أن يقاتلوا. شوف القوة الخارجية شنو؟ الجيش العراقي هو قوة داخلية، أبناء الحشد الشعبي قوة داخلية. يعني ليس من أبناء الموصل، أنا هذا القصد. ليس من أبناء الموصل. أكو عشائر وناس أرادت أن يعني من الشهر العاشر حررت بعض المناطق في نينوى من قبل التحالف الدولي والبيشمركة والعشائر. نعم. جاء رجل الشيخ عبد الله الياور، أنا رحت معه إلى السيد العبادي. نعم. قال له أخوي العزيز، السنة يقولون لا نقبل الحشد الشعبي، انطينا حشد شعبي ونستلم مناطقنا ونمسك الأرض ونكون جزء من تحرير الموصل. نعم. لم يعطى هذا الرجل من الشهر العاشر إلى اليوم ولا واحد، ولا شخص واحد. زين، أنت إذا دولة أنت ما تساعدنا، شلون تريد أن أنا يعني بأي طريقة بأي سلاح بأي عدد بأي عدة أنا أقاتل داعش؟ هذه مسألة. أما أن يكون أهالي الموصل أو أهالي نينوى كلهم قاطبة مع داعش، هذا الكلام غير صحيح. لا، ما نقول كلهم، إنما هناك بعض العناصر مندرجة أو متعاونة. بس اللي تسمح لي. نعم. هو داعش مو من مكان واحد أو من عائلة واحدة أو من عشيرة واحدة. نعم. يعني الياباني مو من عشائر الموصل، والأفغاني مو من عشائر الموصل، وهم هذول القوة الضاربة اللي تقتحم المقاتلين، يسمونهم المقاتلين العرب. وهذا مرصود عند الاستخبارات، الإخوان في الاستخبارات في الموصل كانوا يقولون هذا الموضوع. ولكن الموصل الأهالي العشائر جردت بالكامل أخي من السلاح، وهذا واقع. أنا أي واحد من القادة الأمنيين اللي كانوا بالموصل أو حتى في وزارة الدفاع جيبوا في برنامج مقابلي وخل أكلموا شلون الطريقة. أنا كنت رئيس لجنة الأمن والدفاع، وكانت هناك إشكالات. بعد ما جردوهم من السلاح كامل وسيطرت الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة، انسحبت هذه في يوم وليلة. أصبحوا أهالي الموصل وأن داعش أمام البيوت، ماذا يفعلون؟
بدون سلاح، وهؤلاء عندهم من السلاح ما يكفي لمقاتلة الدولة، والدليل أنه تحالف دولي من 54 دولة قاعد يقاتلوا ما قاعد يلحق. فأنت لا تحملا ما لا طاقة لي به. أهالي الموصل رافضين، أهالي الموصل عشائر والتجار وهم لا يريدون هذا الشيء. أنا أقصد لما ولكن في كل محافظة المحافظ يقول لا نريد قوة من خارج المحافظة، البعض الآخر هو مو ينتقد وإنما يشرح ويرد على هذا الكلام. يا أخي مضبوط. من المحال هاي القضية. شوف، بالنسبة لمحافظ نينوى مغامر بأهالي نينوى، وفي قناعتي أنا لا يمثل أهالي نينوى بدليل. محافظ نينوى جاء على جهة قومية أو شد قومي حصل 262 ألف صوت. نعم. عندما انقلب من أهالي الموصل حصل 40 ألف صوت. شوف النزول الموجود شلون. محافظ الموصل الرجل يريد أن يشد الموضوع طائفي. أهالي الموصل وعشائر الموصل وأبناء الموصل والله يتصلون بي والله يريدون أي قوة تأتي وتحررهم. وكيفوا أهالي الموصل من تحرر التكريت من كان الحشد الشعبي يسند الجيش العراقي، لولا إسناد الحشد الشعبي للجيش العراقي لما قاتل الجيش العراقي. ولكن هذا الرجل مغامر، دولتك هاي الموجودة قاعد تدعمه. هاي العشائر تجي تريد حشد شعبي ما ينطونه بيوم واحد 1300 واحد من الحشد الشعبي. زين أنا واثق بك حتى تنطي. هذه هي المجاملات السياسية. أخي أنا ذكرت الفساد والمجاملات والطائفية، هاي قاعد تدمر بلد. والموصل ما راح يتحرر بهيج طريقة. إذا استمروا هؤلاء القادة الموجودين في الموصل بهكذا طريقة، أنا أكد لك أنا حمل السيد العباد المسؤولية الكاملة في حال تسليمه ملف الأمن إلى هؤلاء المغامرين الذين كانوا يتعاملون مع النقشبندية وكانوا يتعاملون قبلها مع القاعدة، وهذه مرصودة وعند الدولة وعندهم حقائق ولكن يخفوها. ليش أنا أنطيه؟ أنا يعني أعتب على الحقيقة السياسيين الموجودين في بغداد التي بيدهم السلطة وبيدهم الحكم. طيب لما نقول بأنه هؤلاء متعاونون مع داعش ومع القاعدة سابقا، إذن هناك أطراف متعاونة مع داعش حاليا. أنا من حكيت لك على ناس بالسلطة، مكان ما يقالون ويذهبون إلى يعني إلى جهة محاكمة أو جهة مساءلة يحكمون ويعطون المبالغ ويعطون الحشد الشعبي ويقولون تفضلوا حرروا الموصل. طيب. أنت ليش ما تعتمد على الناس المخلصين لهذا البلد لعملية التحرير؟ طيب خلينا أسأل الأستاذ هشام. دكتور هشام، إذا تويتر تقول بأنه التغريدات المؤيدة لداعش تتصدرها السعودية والبلد الثاني هو العراق والبلد الثالث هو سوريا والرابع الولايات المتحدة. والرابع الولايات المتحدة. طبعا ما أريد نسأل شلون ما يرصدوهم ما يلاحظوهم كل هاي التقنيات الهائلة عندهم وما يعرفون دول اللي يغردون لصالح داعش. مو مشكلة. هذا يعني خلينا بالعراق أن هناك من يناصر داعش. بالتأكيد يعني السعودية 860 تغريدة في الدقيقة، ومن العراق 507 تغريدة، ومن سوريا 502، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 402 تغريدة. طبعا بالإضافة يوميا شهريا بالدقيقة الواحدة. بالدقيقة الواحدة طبعا. نعم. يعني 14400 تغريدة في الدقيقة الواحدة مناصرة لتنظيم داعش، سواء كانت هي ريتويت أو تويت أصلية. هذا طبعا رصد موقع تويتر نفسه. يعني وحتى قام أمس أول أمس أغلق تقريبا 8726 أكاونت حساب من هذه، سواء كانت الأصلية اللي هي التابعة للتنظيم الحسابات المركزية أو الحسابات شبكة الأنصار. إذن يوجد في العراق كثير من يناصر تنظيم داعش، إما أن يناصره أصالة وهو منهم، وأما أن يناصرهم طائفية. كثير من المناصرين، وأنت تعرف يعني أنا من الناشطين على تويتر، كثير من المناصرين أعلم من أسلوبه ومن سياقاته هو لا ينتمي إلى فكر تنظيم داعش لا من قريب ولا من بعيد، لكن الطائفية جعلته مرتبطا بهؤلاء منسجما معهم مؤيدا لهم. طيب هذه الطائفية هل ستحول دون مشاركة أطراف أخرى من خارج هذه المناطق في تحريرها؟ أكيد. هذا التحفظ اللي موجود الآن. هذه الأصوات أنت كخبير أمن يعني شلون ينحل؟ يعني شو يسوون مثلا؟ الجماعة يوقفون بالبصرة ويشمرون قنابل مثلا على داعش بالموصل وبالأنبار، يعني شلون شو يسوون والله؟ هذه مشكلة، واليوم راح نعاني من هذه المشكلة كما عانينا منها في تكريت، راح نعاني منها في الأنبار. نعم. العشائر السنية التي تحمل السلاح مرحبة بالحشد الشعبي الشيعي بهذا اللفظ. العشائر السنية التي تحمل السلاح في صلاح الدين مرحبة بالحشد الشعبي الشيعي. إذن من هم في الميدان والذين هم في أرض الواقع
منسجمين غير متناقضين. نعم وقعت هناك بعض الأمور الغير منضبطة، انتهاكات، أشياء كثير، هذه وقعت. نعم أنت تقصد أنه من يحمل السلاح هو مع أي شخص ممكن يساهم في عملية من يريد أن يتحرر من هؤلاء هو مع كل من ينصره. طبعا. خلنا الأستاذ الحيدري، إذا كان هناك مطالبة بجهود استخباري، كيف تخترق منطقة هي معادية؟ هي لا تنسجم مع سياسة الحكومة، هي لديها اعتراض على العملية السياسية بكاملها. شلون تبعث لهم الأفعال الإلكترونية هاي حتى تشوف شكو ما؟ لا هي سابقا اكو فرق. سابقا يعني الفترة اللي 2003 تقريبا 2006 2008 نعم كان هنالك عناصر استخبارات من كل المناطق الآن اللي تحت قبضة داعش، مشتركين بجهاز المخابرات ضباط بالاستخبارات ضباط، وبالتالي عندهم مصادرهم ومعلوماتهم كانت جيدة وعمل جدي ودؤوب. بعد 2009 بدأت عملية ما يمكن داخل الوعاء الاستخباري ما نطلق عليها اسم، لأن هذا تخبط إداري. قسم تم نقلهم للجيش، قسم تم معاقبتهم، قسم يعني هاي التشكيلة اللي كانت مفيدة في جلب المعلومات تبعثرت. ما دخل بمكانها بديل يغذي معلومات بالمناطق الساخنه، انت ما ممكن تجيب ضابط من اهل العماره توديه يشتغل لك استخبارات بالرمادي، منين يجيب مصادر؟ ويا يتعامل؟ منين يسمع المعلومه؟ نعم. لازم هو ابن المنطقه يكون ضابط استخبارات وضابط مخابرات وضابط الامن الوطني، ابن المنطقه. بالتالي هنا ندخل بعمليه صناعه امن خشن وليس امن ناعم، الامن الناعم هو يصنعه ابناء البيئه، والامن الخشن اللي يفرض بالقوه، اللي حدث في هذه المناطق سابقا قبل دخول داعش. طيب بس خلينا صناعه امن خشن. خلينا نستوقفك على هذه القضيه، اذا كانت هناك منظومات محترفه وجيده، لماذا حدث هذا الخرق والاختراق والنكسه اللي حصلت؟ منظومات مستوى الاداء تدهور لدينا في السنوات السابقه واكثر وضوح. الاداره الامريكيه كانت مسؤوله عن بناء جهاز استخباري بالعراق من 2003 ل 2009، 6 سنوات كانت في البداية طريقتها ناجحة في البناء، بعد ذلك بدأت تقل هذه الطريقة. دخول جميع المكونات في الجهاز الاستخباري هو الصحيح. نعم. 2009 تولي المسؤولية الجانب العراقي، الجانب العراقي يعني نوعا ما كان غير يعتقد بصحة وجود هؤلاء ضمن المنظومة الاستخبارية، فبدأ بإبعادهم نوعا ما وتهميشهم ونقلهم الى وحدات جيش ووحدات فعاله او الى محافظاتهم، بالتالي كم المعلومات قل. طيب. التصريح الاخير في البنتاغون يقول، تصريح رسمي نقلا عن البنتاغون، كفاءة الجهاز الاستخباري العراقي الان 5%. انا حقيقه ما صدقت هذا الخبر وقريته وما صدقته، وسالت بعض المسؤولين في الامن الوطني اكدوا بصحه هذا الخبر. إذا كان البنتاغون يعتقد أنه 5% ما يتحمل مسؤولية، أنا وجهة نظري المسؤولية تضامنية جماعية يتحملها الولايات المتحدة الأمريكية ويتحملها الجانب العراقي. طيب خلينا نعد هاي القضية. النائب محسن السعدون الدكتور سعد يقول بأن تعدد الأجهزة والجهات الاستخبارية بشكل غير منظم وعدم توحيدها مركزيا أدى إلى عدم دقة في المعلومات وتسبب بحدوث خروقات كثيرة. هو إذا تنظر للموضوع نظرة أشمل، نعم، الجهد الاستخباري تراكم معرفي، يعني لا يمكن أنت أن تؤسس جهد استخباري أو مخابراتي بين يوم وليلة، ولا يمكن أن تصنعه بقرار يصدر من الأعلى. مع بناء الدولة العراقية، مع بناء الجيش العراقي، بدأت بشكل بسيط الاستخبارات العسكرية ونمت إلى سنة 2003 كانت هناك مديرية بها 7 معاونيات، وكانت هناك جهاز استخبارات بكذا معاونية، كلهم ارسلوا الخارج ودورات وتطوروا واختيروا بالشكل الصحيح. إذن هناك كم معرفي متراكم ممكن أن يعالج لك كثير من بال2003 صار ذني كلهن هدمت، فأنت شلت البناء الرصين، شلته خليته على صفحة، بديت تجيب شيء جديد. لا يمكن أن تجيب أذكى ضابط الآن وتريده بيوم وليلة يقدر يحلل لك معلومة. طيب ويقدر يجند أنت لك راح تحلل لي هاي المعلومة، بس عندي وقفة أخيرة وأرجع لك حقيقة، وقفة أخيرة مشاهدينا، خليكم يعني.
أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من البرنامج، وابقى وياك دكتور سعد العبيدي. سألتك عن تصريح النائب محسن السعدون، هناك تعدد في الأجهزة الاستخبارية وهناك تعدد في يعني الجهات الاستخبارية أيضا. اعتقد الى حد ما احنا حكينا على التكوين، هذا الكلام هذا صحيح. نعم. لانه مبدا من مبادئ الحرب وحتى مبدا من مبادئ الاستخبارات هي وحده القياده. نعم. ينبغي ان تكون هناك جهه معنيه بالدوله تجمع كل المعلومات وهي تصرف المعلومات وهي اللي تصدر الاوامر لعمليه جمع المعلومات. صحيح المخابرات عندها جهد لاغراض الخارج مثلا ومكافحه التجسس، صحيح الامن الداخلي الامن الوطني والاستخبارات معنيه بالجهات العسكريه، بس كلية في جانب الحرب او في اوقات الحرب جميعها تستنفر لغايه معينه هي عمليه الاداره المعلوماتيه للحرب. نعم. فما زلنا احنا الى حد ما اعتقد هذا الراي موجود، نحتاج جهد لا بأس به لتوحيدها، واعتقد اكو جهد بهذا الاتجاه بالوقت الحاضر، لكن هل وصلنا الى الشيء الصحيح؟ ما زلنا بعدنا احنا في طريقنا الى ان نصل الى مثل هذه الامور، ونحتاج اعتقد جهد ووقت طويل، لانه مثل ما قلت لك احنا الاجهزه هذه حديثه وما دربت وتعلمت بالسياقات الصحيحه. يعني بدينا احنا صحيح اعتمدنا على الجهد الامريكي بدايه، بس احنا اللي اختاريناهم ان يروحون عند الامريكان ما كانوا بالمستوى المطلوب. الاستخبارات او المخابرات تحتاج شخص ذكي، تحتاج انسان ولاء للدوله مطلق، بس احنا اجينا لانه لازم نجيب واحد سني واثنين شيعه وواحد كردي واللي نرشحهم احنا بدينا نرشحهم لانه هو شيعي او لانه سني، مو لانه ذكي او لانه فلذلك صارت اعتقد فجوه بالمهنيه، اكو فجوه بالكفاءه طلعت لنا هذا الشيء الموجود. احنا نقول الجيش ليش ما يقاتل مثلا، بس انت ليش اعتب لي على الجانب المعلوماتي؟ نعم. الجيش شلون يقاتل اذا ماكو معلومات قدام، اذا توفر له اياه؟ وهكذا هي العمليه عمليه شامله. انا اللي اعتقده هاي العمليه الشامله معنيه بها السياسه، السياسه هي وراء كل هذه الامور. نعم. وهي اللي تستطيع ان تصلح كثير من جوانب الخلل في هذا الجانب الاستخباري او حتى الجوانب العسكريه. طيب بس الاستاذ الحيدري، الا يمكن الاستفاده من عناصر المخابرات السابقين؟ يعني واحد يشتغل بالشعب التركيه، شنو دخله بالقضيه يعني؟ احنا هسه 2014 2015 يعني صار لنا 11 سنه على الموضوع مال 2003. اساسا من 2003 احنا كنا متاخرين بمناهج عن باقي الدول. المناهج الامنيه الاستخباريه بالذات تبدلت بنسبه 75% تبديل جذري في عالم اليوم، والمفاهيم تغيرت والتعريفات تغيرت والاساليب التكتيكيه في معالجه المعلومات تغيرت. مدارس استحدثت كثيره والان معتمده. الان احنا نجيب ضابط ترك الوظيفه 10 سنين، هو متدرب بالسبعينات والثمانينات، دخل عام 2015 بجهاز المخابرات. طيب والاستخبارات العسكريه، انا قصدي مو فقط المخابرات، الاستخبارات واحد، يعني الاجهزه الاستخباريه عموما. مو احنا لازم نفصل. الاستخبارات العسكريه وظيفتها استخبارات معركه، تنقيط، حركات، عمليات. هاي واجبات الاستخبارات العسكريه، وبالتالي ممكن الجهاز السابق استخبارات عسكريه يجي يشتغل بالاستخبارات الحاليه. نعم. لان هذا واجباتها تختلف. بس الاستخبارات الجنائيه يعني بس يجيبوه يعني ممكن اذا ما عنده عليه شائبه، ما مساءله وعداله، ما عليه مشتكي. هو نايب ضابط ما رجع من اهل الجنوب، ومن اهل الجنوب يعني رجع. انا اعرف ناس بعثوا له عن طريق لا انا اعرف ضباط مو نواب ضباط. اعرف ضباط من الاستخبارات العسكريه السابقه الان في الخدمه. لا هو نائب ضابط عادي، رجل مقاتل مغاوير يعني ما رجعوه. جزء مضيع مالته القيد. لا مضيع ولا شيء، لانه من النظام السابق ما يرجع، خلاص اللي يرجع المنتمي. اما بالنسبه للمخابرات لا، ينتمي الحزب لازم حتى يرجع. تفضل. بالنسبه للمخابرات الان احنا دايرين نتكلم بعلميه. انت تعرف انه قبول ضابط المخابرات يدخل ضمن الاختبار النفسي واختبار الذكاء والذاكره. نعم. وجهاز فحص الكذب البوليغراف. يتجاوز هذه الاختبارات يكون مؤهل ان يدخل يدرس مخابرات. مخابرات علم بحد ذاته، وفيه عده تخصصات ضمن الصنف الواحد. بالتالي انه احنا نجيب شخص متدرب فتره طويله وتارك المهنه ونرجعه نصه، انه بالعكس احنا نظلمه، راح هو يتاذى ويؤذي الجهاز اللي يداوم به. احنا المفروض كان نصنع اجيال، يعني 11 سنه ما قدرنا ان نصنع اجيال ليش ما استخباريه. ليش ما ليش هسه الان راح نتكلم بصراحه، قد يزعل البعض والبعض يلومنا. التقصير من الجانبين، الجانب الامريكي والجانب العراقي.
الولايات المتحدة الأمريكية من 2003 إلى 2009 هي صاحبة قرار في صناعة الجهاز الاستخباري. من كان صاحبة قرار ليش ما اختارت الأشخاص الصح؟ لجان شكلت، دخلنا مداخلات، جدالات، انه تعالوا يا ناس اختاروا الناس اللي هي فعلا اذا دربتوهم نستفاد من عندهم. كقاده امنيين واستخباريين ما تم اعداد ناس. يعني اول شرط المفروض اطلبه انه هذا الشخص اللي يسوي مدير عام بالمخابرات عائلته تعيش في بغداد حتى يكون ولاء للبلد. هو مأمن ينتمي للعراق وعائلته عايشه بالعراق، اما انا ادرب مدير عام عائلته باستراليا او بكندا ومتجنس هو، اشوف كنت ما يضوج دروتشه ويروح. طيب ها خلينا اسال بها السيد النائب. انا قال لي ايضا بعض القاده الامنيين والنائب السابق شروال الوائلي انه العديد من القيادات الامنيه كانت عوائلها في الخارج. طبعا هذا الكلام موجود، ولكن قبل ما اجاوب مساله المخابرات والاستخبارات اكيد انه علم، وهؤلاء اللي كانوا في المخابرات والاستخبارات مدربين حتى في الدول العالميه وكانوا رائعين. انا اشوف من 2003 الى اليوم ماكو اجهزه حقيقيه، فمو عيب مو عيب انه الدوله تجيب هذول يدربوا. يعني واحد بالمخابرات ضابط يعني منصب كبير حلاق، هذا ما راح ينجح. هذا ضابط المخابرات اللي تدرب وراح والى دول، والدول كان فيها نفس المشاكل، مثلا في افغانستان انا اعتقد هذا لديه الخبره. يعني انا ما يصير دكتوراه بالقانون بعدين اقول والله القوانين تغيرت، هذا الدكتوراه ما يفيدنا، بدي اجيب لي واحد جديد. هذا شيء مو صحيح وغير منطقي. اذا مساله العفو الحقيقي عن كل، ما معقوله انا اظل اعاقب لواحد 100 سنه، هذا شيء مو صحيح. اكو عندنا كفاءات عراقيين من كل الطوائف في المخابرات، في الاستخبارات، في القيادات الامنيه. العراق اليوم يمر في ازمه، الناس تروح تجيب كفاءات من غير بلد حتى يحلوا الازمات. زين انت عندك هؤلاء موجودين في بلدك ومحاصرهم انت، حتى هذا الفكر مالهم ما تخليه. هذه المساله. اما المساله الثانيه تكلمت جنابك، اكيد هناك جنسيات. انا اعتقد يعني هذا الكلام مثل ما تفضل استاذ علي راح يزعل الكثير. جنسيته بريطانيه، عائلته بريطانيا بلندن، جنسيته فرنسيه، هو جنسيته امريكيه، هذا مأمن، هذا مرتاح. نعم. فهذا ما راح يكون فعلا، ما راح يكون يعني خوفه على البلد، لان انت خوفك على البلد خوفك على عائلتك، على مجتمعك، على ارضك، هذا كله تجتمع حتى تصير انت من اصول هذا البلد. اكيد هم من اصول هذا البلد، ولكن اليوم المحسوبيه والمنسوبيه بنسبه الاحزاب. انا مره ثانيه اقول نظام حتى سفر المسؤولين الامنيين في كل العالم يخضع لضوابط معينه. انا مره ثانيه اقول لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذه انا ذكرت لك اكو حلاق في جهاز مخابرات مهم في مكان مهم اشبه بالساخن موجود. هذا الرجل هذا شو يقدر يقود؟ ليش؟ لانه من الحزب الفلاني وجاء بهذه الطريقه. هذا الشيء انا ما عندي مشكله، خلت تقسم على الاحزاب، ولكن الاحزاب اكيد عندهم ناس مهنيين، عندهم ناس اطباء وضباط وكل شيء. انا هذا اللي اريده، لا يستقر العراق ولا يمشي العراق بالطريقه الصحيحه اذا ما يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. طيب هل تشهد يعني نوعا ما هذه التنقلات الاخيره مثلا اللي صارت وصلتنا نسخه من عندها، يعني يقال انه شخص مسؤول عن مثلا صنف معين بالسلاح ينقل الى جهاز الاستخبارات يعني العسكريه، هذا يعني شلون تحكم عليه؟ اولا انا مع بانه الضابط او المسؤول ما يبقى 4 سنوات، خصوصا العسكر يبقى 4 سنوات في مكان واحد، لانه هذا ادى خلال 4 سنوات، بعد ال4 سنوات ما راح يقدر يدبر شيء، يعني غير 4 سنوات انتهى الموضوع فكره يعني. فانا مع هذا التغيير على ان يكون ضمن المهنيه، يعني كأن يكون ضابط شرطه مثلا ينقل الى اتجاه مثلا شرطه، ضابط جيش ينقل الى اتجاه جيش. انا مع هذا الموضوع. طيب خلينا نبقى بهذا الصدد. دكتور هشام، انت لاحظت القائمه، ما تعليقك عليها؟ يعني هل هي تستوفي الشروط المهنيه ام هي مجرد مناقله بين اشخاص؟ مناقله واعاده تكليف، ولا تزال فيها سمه الوكاله وسمه التحيز الحزبي. ربما كان يعني وهذا الأمر كان لرئيس الوزراء أن يأتي بالقيادات التي انتصرت وحققت النصر في صلاح الدين. ينبغي أن يتم تكريم هؤلاء، سواء كانوا من القيادات في عمليات صلاح الدين أو عمليات سامراء أو عمليات دجلة. عمليات دجلة صنعت شيء لم تصنعه عمليات سامراء ولا صلاح الدين، استطاعت أن تؤمن ديالى ثم تحرر الجزء الشرقي من محافظة صلاح الدين وتتوجه إلى الجزء الشمالي الشرقي باتجاه كركوك. أقصد لست متحيزا، لكن هؤلاء جاءوا بالنصر، فينبغي أن تكون أسماءهم موجودة هنا.
نعم. موجودة ضمن المكرمين. نعم يمكن شخص واحد هو الفريق جميل تم ترقيته إلى قائد عمليات، لكن أين الباقين من باقي عمليات سامراء وعمليات صلاح الدين؟ لعل هذه مراجعات لرئيس الوزراء باستشارة، نرجو أن يكون باستشارة مستشارين أمنيين وعسكريين أشاروا عليه أن هؤلاء ممكن أن يغيروا بمعادلة القتال، علما أن القتال في حرب المدن والشوارع لا يحتاج إلى عقليات كلاسيكية، بل يحتاج إلى عقليات تجريبية. ولذلك قيادات الحشد الشعبي التي شاركت في معارك في سوريا أو في العراق أصبحت لديها خبرة في محاكاة أساليب العدو هذا التكفيري وأساليبه في الدفاع عن نفسه وأساليبه في الهجوم، لذلك هي التي تنتصر أكثر من القيادات العسكرية الكلاسيكية. طيب، حقيقة أشكرك لأنه بلغنا مضطر قاطعك لأنه بلغنا نهاية الحلقة، وفي ختامها أشكر ضيوفي الكرام السيد عبد الرحيم الشمري نائب عن محافظة نينوى، والدكتور هشام الهاشمي خبير في الجماعات المسلحة، والسيد علي الحيدري الخبير الأمني، والدكتور سعد العبيدي باحث في الشأن الأمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا. للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.